ريهام حجاج ترزق بتوأم، وعشان كده بتقلد الفنان تامر حسني في اللي عمله بالظبط. ومحمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز وجوز ريهام حجاج الحالي فرحان باللي هي بتعمله. ريهام حجاج النهارده ربنا رزقها بتوأم من محمد حلاوة، وحرفيا ما كانوش مصدقين نفسهم من الفرحة بإن جالهم توأم. وإيه سر إنها تخبي حملها طول الفترة اللي فاتت؟ خليكم معايا لحد الآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. رزقت النهارده ريهام حجاج بتوأم يوسف وجميلة من جوزها رجل الأعمال محمد حلاوة، واللي هو كان جوز ياسمين عبد العزيز سابقا قبل ما تتجوز أحمد العوضي. وهو اللي أعلن الخبر على الستوري على حسابه الرسمي انستجرام، وكتب على الصورة وقال: حمد لله على سلامتك يا حبيبتي ونور عينيا، وعمل منشن لمراته ريهام حجاج. وكمل كلامه وقال: الحمد لله وما شاء الله، ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة. وخليني أقول لكم إن ريهام حجاج ما أعلنتش عن خبر حملها طول ال9 شهور اللي فاتوا، وحتى في مسلسلها الأخير جميلة اللي عملته في رمضان قبل اللي فات محدش حس بحملها ولا حد حس بزيادة وزنها. وهي اختفت على طول من بعد المسلسل، واختفت عن الأضواء تماما، حتى ما كانتش بتشارك جمهورها أي صور خاصة ليها طول الفترة اللي فاتت، حفاظا على خبر حملها إنه يفضل مستخبي. نيجي لتقليدها للفنان تامر حسني، وهي عملت زي تامر حسني بالظبط زي ما عمل مع ابنه آدم. تامر حسني بعد النجاح الكبير اللي حققه في مسلسل آدم، لما خلف ابنه الثالث سماه على اسم المسلسل آدم. وبالتالي لما ريهام حجاج النهارده خلفت توأم، سمت البنوتة جميلة على اسم شخصية المسلسل واسم المسلسل كمان.